السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة كويزين زاموسين. نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. كما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حلوى اللي بسيطة وسهلة واقتصادية بثلاث مكونات فقط. حلوة زمان اللي كتجي اكثر من رائعة، كتجي لذيذة وهشيشة ومقرمشة في نفس الوقت. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتنال الاستحسان ديالكم. نبداو بالصلاة على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندوزو على بركة الله المقادير وطريقة التحضير. كيف ما كتشوفوا معايا في واحد الاناء غادي نديرو كاس ديال سكر ثقيل او سكر كلاصي. انا هنا غادي نشارك معكم المكونات في نفس الوقت الطريقه. عندي كاس ديال الزيت، زيت نباتيه، نفس الكاس اللي عبرنا به السكر غادي نعبرو به الزيت. انا هنا عبرت بالكاس ديال العنبه. وعندي هنا واحد ساشيه ديال فاني للتنسيم، ممكن ديروا قشور ديال البرتقال او لا القشور ديال الحامض او الليمون الحامض على حسب الرغبه ديالكم، وقبصه ديال الملح دائما باش كتعادل لنا الذوق. وهنا غادي نخلط هاد المكونات حتى كينسجموا لينا، كنخلطوهم مزيان حتى كينسجم لنا داك السكر مع الزيت والفاني. وكيولي عندنا واحد الخليط اللي منسجم. ومباشره بعد ما غادي نخلطوه غادي نضيفوا الدقيق. وهنا غادي نعبر معكم الدقيق بكاس ديال العنبه، ودائما على حسب النوعيه ديال الدقيق كيختلف من نوع الاخر. هنا غادي نزيد الكاس الاول كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نزيد الكاس الثاني، وهنا غادي نزيد 4 غرام من خميره الحلويات، اي نصف هاد الساشيه ديال الخميره. ما كنديروهاش كامله باش كتبقى تحافظ لينا ملي كنشكلوها بالفورشيط، كتحافظ لينا على داك الشكل ديالها. وهنا غادي نحيد داك الطراب وغادي نستعمل اليد ديالي. كيف ما كتشوفوا معايا كنجمعوا العجين، نحاولوا اننا ما نعجنوهاش بزاف، غير كنجمعوها كتكون عندنا واحد العجينه اللي رطبه. هنا غادي نزيد 4 كاس ديال الدقيق، اي في المجموع هزات معايا 2 كيسان وربع ديال الدقيق. وكيف ما سبق ليا وقلت لكم كيختلف الدقيق من نوع الاخر، كاين اللي كيتشرب السوائل بسرعه وكاين اللي لا. صافي انا هنا جمعت العجين كيف ما كتشوفوا معايا، كتكون على هذا الشكل، العجينه اللي رطبه وكتشكل معنا بكل سهوله. وهنا غادي نغطيها بلاستيك غذائي باش ما تنشف ليناش، ومباشره كنبداو نشكلوها على هذا الشكل على شكل صبيعات. نتوما كيبقى لكم الاختيار في الحجم ديالها، ممكن ديروهم صغار على هذا الشكل كيف ما ممكن ديروهم قد هكا اولا متوسطين. انا هنا درتهم كبار. صافي كنستمر على نفس الطريقه، كنبقى نشكل فيهم صبيعات كيف ما كتشوفوا معايا. كيف ما كتشوفوا معايا طريقه لي سهله وبسيطه وبسرعه ممكن انكم تحضروهم. كيف ما سبق لي وقلت لكم ما كياخذوش معكم وقت اللي هو طويل، والمكونات كامله موجوده في كل بيت. انا هنا غادي نزينهم معكم بالفرشات كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما كنحطهم في الطاوه ديال الفرن. كيف ما شفتوا معايا طاوه فرشنا لها ورق ديال الزبده. كيف ما ممكن انكم تدهنوها بالقليل من الزيت باش ما تلصق لكم الحلوى. وحاولوا ان الحلوى ديالكم تفارقوهم، تكون المساحه بيناتهم لان فيهم الخميره وغادي تضاعف الحجم ديالهم. كيف ما كتشوفوا معايا هنا كندوز الفورشيط في الدقيق وكنشكلها بهذا الشكل. وانا هنا في نفس الوقت مشعل الفران على 170 درجه. كنشعلوا الحلوه ديالنا من الاسفل حتى كطيب وكتحمر، وكنشعلوا عليها من الفوق
باش كتحمر من الوجه ديالها، كتاخذ داك اللون الذهبي. وبالنسبه للفرن غازي نفس الطريقه، غادي تشعلوا من الاسفل على عافيه اللي تكون ما بين مهيله ومتوسطه، وحتى كطيب الحلوه ديالكم وكتحمر من الاسفل، وكتهبطوا الطاوه ديالكم لتحت وكتخليوها كتحمر من الوجه، ومباشره كتخرجوها من الفران. بعد ما كتخرجوها من الفران ما تقيسوهاش، خليوها حتى كتبرد لانها كتكون هشيشه بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا انا هنا بعد ما خرجتها من الفران وخليتها بردات، هنا مباشره غادي نزينها بالقليل من الشوكولاط اللي ذوبته. وكيبقى لكم تزيين اختياري، ممكن ديروا غير المربى، كيف ما ممكن انكم ديروا المربى مع الكوك. كيبقى لكم كيف ما سبق لي قلت لكم التزيين كيبقى اختياري. الا بغيتوا تلصقوا وحده مع وحده ممكن انكم تلصقوا وحده مع وحده، غير هو الحجم ديالهم يكون صغير على هذا الشكل، لانني انا هنا درتهم كبارين. صافي كنبقى مستمره على نفس الطريقه كنزينهم من الجوانب بجوج، ورجع معكم ان شاء الله في الشكل النهائي. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. كتجي حلوه اللي بسيطه وسهله ولذيذه في نفس الوقت، كتعجب الكبار والصغار. ممكن تحضروها بسرعه للكوتي او للفطور. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتنال الاستحسان ديالكم. ما كتاخذش وقت اللي هو طويل، والمكونات الاقتصاديين وموجودين في كل بيت. كيف ما كتشوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش كتجي حلوه ديال فورشيط ديال زمان اللي بسيطه، ومكوناتها حتى هما اللي بساطين، وكتجي هشيشه وفي نفس الوقت مقرمشه. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتنال الاستحسان ديالكم. انا هنا غادي نقسم معكم وحده. شوفي الشكل ديالها كيفاش كتجي من الداخل، كتجي محمره واخده حقها في الطياب، وما كتاخذش معنا وقت اللي هو طويل في الفران، بسرعه كطيب. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديالها من الداخل، كتجي محمره وفي نفس الوقت هشيشه ومقرمشه. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتنال الاستحسان ديالكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم. ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ويعجبكم المحتوى ديالها، ما تبخلوش عليا من لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. فضلا منكم وليس امرا تبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء وتخليو لي التعاليق ديالكم حتى هما كيهموني. شكرا على المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله.